كده بيت جديد، أسرة جديدة، وكل حاجة باين عليها هادية، بس حاجة غريبة جوه البيت هتخلي حياتهم تتحول لكابوس ملهوش نهاية. إيلي أسكوت كاتب مشهور قرر ينتقل مع أسرته لبيت قديم في منطقة هادية، على فكرة إنه فرصة للهدوء عشان يكتب روايته الجديدة. البيت كبير، الغرف واسعة، لكن الرياح كانت بتحرك الستائر بطريقة غريبة. أول ليلة الأطفال حسوا بحاجة مش طبيعية، أصوات خافتة، خطوات من غير حد. اللي حاول يتجاهلها وقال لنفسه ده بيت قديم، الأصوات طبيعي تبقى غريبة شوية. لكن قبل ما ينام سمع صوت خافت من الأبو، صرير باب وهمسات. قلبه بدأ يدق بسرعة. في يوم وهو بيرتب في العلية لقى صندوق قديم متغطى بالغبار. جوه الصندوق كان فيه أشرطة فيديو قديمة. الفيديوهات كانت مريبة جدا، كل شريط بيوثق جريمة قتل لعائلات مختلفة، لكن بطريقة مخيفة جدا وواقعية. في كل شريط كان في شيء غامض، ظل ما يتشافش كويس، أو طفل بيبصلك من الكادر بطريقة مخيفة. اللي يحس إن الجو حواليه بدأ يتغير، أصوات، رياح، حتى الأضواء في البيت كانت بتخفت فجأة. الأطفال بقوا خايفين، بيحكوا إنه في شخصية تراقبهم من بعيد، بس لما يبصوا مفيش حد. مع كل شريط بيشاهدوا الأمور بتسوء أكتر. أصوات خطوات في البيت في نص الليل، حتى مع الأطفال نيام أبواب المطبخ والممرات بتفتح وتقفل لوحدها، أشياء صغيرة تتحرك من غير سبب. الظلال بتتحرك في كل مكان، كأن البيت نفسه حي. إيلي بدأ يكتب ملاحظات. كل جريمة في الفيديوهات مرتبطة ببوجهول، الكائن الغامض اللي بيستهدف الأطفال والعائلات. حاول يحكي للزوجة، لكن الكلام كان شبه مستحيل. مفيش حد هيفهمني. في ليلة لما قعد يشوف آخر شريط حس إن الكائن قريب منه. صوته وهمسات الأطفال اللي ماتوا في الفيديوهات بدأت تتقرب. الأطفال بدأوا يسمعوا أصوات غريبة، همسات، خطوات، وصرخات مش واضحة. الأبواب كانت بتتفتح لوحدها، الستائر تتحرك بدون ريح. إيلي وزوجته حسوا بوجود ظلال غريبة بتتحرك في الممرات، كأن شخص ماشي جنبهم. مرة الطفل الصغير شاف وجه طفل من الفيديوهات بيبصله من تحت السرير. الأسرة كلها بدأت تفقد هدوءها، وإيلي حاول يحل اللغز قبل ما الكائن يوصل ليهم، بس الوقت كان بيجري. إيلي بدأ يقرأ كل المصادر الممكنة، كتب عن الظواهر الغريبة، أساطير قديمة. اكتشف إن بوغول يعيش على أرواح الأطفال ويجذب الأهالي للفخ مع كل فيلم بيشاهده. الكائن بيقوي وبيتدخل أكتر في حياته. البيت كله أصبح خطر حقيقي، الأصوات، الظلال، الجدران، كأن المكان كله بيتحرك ليه. حاول يهرب بس الممرات طولت فجأة، الأبواب اختفت، وكأن البيت نفسه بيحبسهم. الأطفال بيبكوا من غير سبب، والظلال حواليهم بدأت تتقرب. إيلي عارف الحقيقة المرة، مش كل حاجة تبدأ وتنتهي بالفيلم. الرعب بيستمر بعد ما الشاشة تطفي. البيت، الأشرطة، الكائن، كلهم جزء من قصة أكبر. واللي يشوف الفيديوهات ممكن يصبح جزء منها. آخر شريط، آخر لحظة، الظلال اتجمعت حواليه، الأصوات ارتفعت، وبعدها كل شيء اختفى. البيت هادي، بس إحساس بالرعب ما اختفاش. كأن بوغول لسه موجود، بيستنى الضحية الجديدة. فيلم سينستر مش مجرد فيلم، هو رحلة داخل الرعب النفسي والغموض. كل شريط، كل ظل، كل صوت بيخليك تحس إنك جزء من القصة. وأحياناً حتى لما تطفي الشاشة الرعب بيكمل حوالينك.